50 مليون هذا يعني حميد، أنت تدرك تماما هذه المسألة، يعني مسؤولية ثقيلة جدا في صناعة وتوجيه الرأي العام. أنت تصنع وتوجه الرأي العام، وأعتقد أنه هذه مسؤولية ثقيلة جدا. صح؟ كنت راح نتوقف عن هذا النقطة. هل ونسأل نفسي ونسألك أنت كذلك عن هذه المسؤولية المعنوية بالدرجة الأولى، معنوية وأخلاقية وسياسية واجتماعية بكل ما تحمله الكلمة، ولو أنه احنا ليس لدينا سلطة تنفيذية حتى نحاسب عليها، ولكن صحيح. نحاسب على الكلمة ونحاسب على الحرف. هذا شيء طبيعي. ما دمت تتحدثين عن التأثير، هل حفيد وخديجة، لأنه أنا بصدد قراءة بعض الأسئلة كذلك، واحد قال لي هل تدركون حجم تأثيركم، لذلك ربطت بهذا، حجم تأثيركم على المتابعين في الفيسبوك، أم تكتبون وتقولون هكذا من دون وعي بالتداعيات بالدرجة الأولى؟ أنا نرجع عليه ونقول له بأنه عندنا هذا الشعور بالمسؤولية، لذلك تجدنا لا نكتب كل ما نعرف، تجدنا نتحفظ في الكثير من الأشياء احتراما للناس واحتراما لنفوسنا واحتراما لبلداننا ولبلدان غيرنا ولشعوب غيرنا ولرموز غيرنا. كاين كثير اشياء نحب نقول له. انا نفكر هكذا، ونحب نعرف تفكيرك انت خديجه. كثير اشياء، نعم، كثير اشياء اعرفها ولا يمكن ان اقولها احتراما للشعوب وللامم وللرموز، حتى احتراما للملك او الامير او الرئيس او اي حاكم لاي بلد. ولكن إذا اقتضى الأمر وأن ننتقد سياسة أو ممارسة فليكن، احنا نعملوها بالأدب والاحترام اللازم، ونحاول أننا نصنع رأي. أنت قلتي نصنع رأي، غايتنا ليس صناعة رأي، مفروض علينا أننا صناع رأي، هذا أمر مفروض علينا. نعم، لأنه أنا أتفق معك حفيظ في أنه إحنا بدورنا أن نجمع ولا نفرق، أن نجمع قدر الإمكان، لأنه يعني مش ناقصنا. يعني الأمة للأسف الشديد إحنا نمر ربما بوضع من أسوأ الظروف اللي تعيشها الأمة العربية في العصر الحديث، وبالتالي جميل أن ينصب نشاط كل المؤثرين وليس فقط خديجة وحفيظ، أنه كل الناس اللي عندها تأثير على الرأي العام أن تجمع، أن تسعى لجمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ومش فقط في العالم العربي. لكن ربما إحنا لكن البعض يقول لك خديجة سامحيني، البعض يقول لك أنت كل يوم تنتقدي، وحفيظ أنت كل يوم تنتقد وتقولي نجمع الناس. هل عندها علاقة هناك؟ ما هي العلاقة بين الاستمرار في الانتقاد، السياسات والممارسات، وعملية الجمع هذه التي تتحدثين عنها؟ لا، هو مش انتقاد. أنت لما تنقل مقالا أو فيديو موثق ومن مصدر سليم، هذا لا يعني أنك تفرق، لا بالعكس، أنت تنور الناس، أنت تفتح عيونهم. فلهذا ربما الناس يعني أنا لا أقول أنه إحنا قادة رأي بالمفهوم التقليدي، لكن إحنا على الأقل نحاول أن نستخدم، إن صح التعبير، أو نستثمر في سلطة الاسم، لأنك مشهور، فتستثمر سلطة الاسم في عمل يفيد الناس، في عمل خيري، في عمل إنساني، في تجميع الناس. ليش لا؟ يعني أنا نسميه احنا في العالم أنا نسميه واجب خديجة، لأنه أنا نسميه واجب، ونعتبر بأنه عندنا قبعتين. المواطن العادي في كل البلاد العربية وفي العالم بأسره عنده حق أنه يعبر ويدافع عن أفكاره وعن آرائه وعن بلده وعن صحيح. أي شيء، ولكن احنا كإعلاميين عندنا حق وعندنا واجب. هذا الواجب التنويري والتثقيفي والإعلامي اللي نقوم به. والناس ممكن تعتقد بأنه احنا عندنا فقط واجب، لا، عندنا واجب وعندنا حق. تعتقد بأنه عندنا حق فقط مثلهم، عندنا حق وعندنا واجب، لأننا إعلاميين. ما راح تطلب من طبيب ومهندس وفلاح أنه يصنع، احترامي، أنه يصنع رأي. هو عنده حقه أنه يتكلم، لكن ليس لديه الواجب لأنه ليس إعلامي. صحيح، بدليل انه حتى في ازمان لم يكن موجود فيها السوشيال ميديا، انت لو تروح حتى يعني لو نذهب الى الجاهليه، نرحل الان ونسافر الى عصر الجاهليه وما بعد الجاهليه والعصور التي تلتها، ستجد انه الشاعر كان يقوم بهذا الدور، والشاعر كان صانعا للراي. والان لما ترجع انت فقط تفتح على الشعر المتنبي او غيره، ستجد الشعر السياسي، وستجد النقد، وستجد الهجاء، وستجد كل انواع والغزل وغيره. ونفس الشيء موجود الان، مش نفس الشيء موجود الان، موجود الغزل وموجود الانتقاد وموجود الذم وموجود ما نسميه الشيتا خديجة، صح؟
كان صحيح. بكري غزل وكان لهذا ربما أنه يعني لا نستغرب إذا كان اليوم قائد سياسي يستشهد بشاعر قديم مثل ما فعل الرئيس التونسي قيس السعيد في المناظرة اللي جرت بينه وبين القروي في المناظرة الأخيرة اللي قبل الانتخابات، لما قال أنا لا أعدكم، لا أقدم لكم وعود الإخشيدي للمتنبي. يعني هو ذهب إلى عصر الإخشيدي والمتنبي. فلماذا يعني الناس تستكثر علينا أنه إحنا الإعلاميين أن يكون لنا رأي في قصة، في قضية، أنا لا أقول فقط رأيي، أنه أنت بمجرد أن تنقل مقالا أو فيديو أو رأي لشخصية أخرى الناس تهجم عليك. لكن هنا يجب أن ننبه حفيظ، وهذه نقطة أنا أعتقد أنها مهمة، أنه إحنا أحيانا أيضا نخلط بين آراء الناس الحقيقيين وآراء الذباب الإلكتروني، صح وهذه صح قصة متشعبة. أنا لي أصدقاء، ويعني زرت أغلب الدول العربية، ولي أصدقاء من كل الدول العربية، ولي حتى جذور مغربية. أنا جدتي مغربية، واو، جدتي من أمي من طنجة. والناس هذه جديده ما نعرفهاش انا خديجه، هذه ما جديده. تعرفها. انا إذا الآن تعرف هذه المعلومة. إذا الناس لا تفرق بين، وصدقني لما تدخل الآن وتقرأ التعليقات والآراء، تأكد أنه أغلب الآراء هي آراء تصنعها كمبيوترات وذباب إلكتروني. وآراء الناس، وأنت بالتأكيد يعني خبرت وعشت هذا الوضع عندما يهجم عليك الذباب الإلكتروني في فيسبوك أو في تويتر. مش بس إحنا كأفراد حفيظ، نعم. أفراد ومؤسسات ودول، يعني المؤسسة التي تعمل بها والمؤسسة التي أعمل بها، والبلد الذي انتمي وأنت اليه. كفرد وأنا كفرد. وبالتأكيد هذا الذباب، الكل أصبح يعرف الآن أن الذباب أصبح ذراع إلكتروني لأجهزة مخابرات ولدول ولأنظمة، ويعني الناس فاقت الآن، ما طيب عادش تقول. خديجه، وش هي اكثر الأوصاف التي تطلق عليك أو النعوت التي تطلق عليك أو الاتهامات التي تُكَل لك؟ ما الذي يزعجك مثلًا؟ كأن يقولون خديجة خوانجية مثلًا، هل يزعجك؟ خديجة لائكية هل يزعجك؟ خديجة مش عارف، كل مرة تُطلق علينا بعض الأوصاف، ما الذي انا يزعجك؟ انا انا متاكده انه ما يزعجك انت يزعجني، لانه احنا الاثنين اعلاميين، وما يزعج زملاء اخرين معنا بالتاكيد، نعم. اللي هي انت المرتزق. انت مرتزق وانا صح، مرتزقه مرتزق. وهؤلاء مرتزقون، وكل من يعمل خارج بلده هو مرتزق. مع انه الناس مش صح. عارفين انه انت لا تتقاضى شيئا غير راتبك العادي. ولكن هذه مسألة أخرى، لأنه راح تفتح نقاش آخر حول راتبك كام وراتبي كام وراتب النجوم ومش عارفة إيش. هذا نقاش آخر. لكن الناس تعتبر أنه أنت طالما أنك تشتغل خارج بلدك فأنت مرتزق، وهذا شيء مضلل، ومضلل يعني بدرجة لا تتصورها، وبدرجة مزعجة. لأنه أنا إنسان وأنت إنسان، والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بالفطرة ينزعج لما يزعج، ويفرح لما يفرح، نعم. ويبتهج لما يبهج، وهذه هي فطرة الإنسان. فربما فكرة الارتزاق، مع أنه معنا بالجزيرة الإنجليزية أمريكيين وبريطانيين زملائنا ويشتغلون معنا في مكان واحد، حتى احنا عندنا أجانب بريطاني وبريطانيين وأمريكي ومن كل وأمريكان. دول العالم، وفرنسي وإيطالي وإسباني ومن أمريكا اللاتينية ومن كل أماكن العالم. لكن لا يتهمون، بأنه عمرك ما تسمع هذه التهمة تذهب إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى غربي بشكل عام. لكن الصحفي العربي دائما تلاحقه هذه التهمة. التهمة الثانية، أو خلينا نقول بين قوسين الشتيمة الثانية، المسبة إيه. الثانية، هي أنه هي إخوانجية. لأنه الإخوانجية بالمصطلح المتداول الآن على السوشيال ميديا هو أنه أنت تلبسين حجاب فأنت بالضرورة تابعة للإخوان المسلمين. وأنا غالبا أنا لا أنزعج أمانة، يعني لم أعد أنزعج، لأنه تمسح جلدي كما يقال. يعني تكونت بالتأكيد، يعني وهذا الشيء أنا متأكدة أنه أنت أيضا تحصنت، تكونت لنا حفيظ مناعة وحصانة ضد كل هذه الانتقادات. لأنه الكل يعرف، الخاص والعام، أنها انتقادات توزع بالمجان فقط للتأثير. هذه تسمى في علم النفس بالحرب النفسية، فقط كي يسكتك الخصوم، هما خصوم الحق في الحقيقة. لكن أنا شخصيا لن أسكت، حاولوا انه انت خديجة. اكيد حفيظ، واريد ان اسمع منك ايضا انت تجربتك مع هذا أنا أولا نبدأ من النهاية نقول لك بأنني لن أسكت، بالعكس هذا يحفزني أكثر. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، مثل هكذا الاتهامات أنا شخصيا تحفزني وتشجعني أكثر، وشبعت منها كثيرا،
وفي كل مكان وفي كل زمن وفي كل وقت، رغم أني في مجال الرياضة أي نعم أخوض في مجالات أخرى. الناس يقولوا لها بأنك تخوض في السياسة، خليك في الرياضة، علاش تخوض في السياسة؟ نعاود نقول لهم في كل مرة بأنه عمري ولا خضت في السياسة، عمري ولا انتميت إلى حزب، عمري ولا ناضلت من أجل فكر سياسي معين أو مذهب معين. أنا إعلامي أي نعم، مختص في الرياضة أي نعم، متخرج من نفس المعهد مع خديجة. خديجة راحت للسياسة وأنا رحت للرياضة. وانا بالنسبه لي الاعلامي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلده، انا دائما اسميها شؤون بلدي وليست سياسه، شؤون بلدي وشؤون امتي. فالاعلامي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلده انا بالنسبه الي ليس اعلامي. غدا خديجه انت مذيعه وصحفيه في مجال السياسه، غدوه لو تقوم حرب تخوضها الجزائر ستحملين السلاح. ولكن لماذا يقول لك ليش لا، يقول لك لا، قاعد في الاخبار تاعك. كل شأن عربي هو شأن عام، مش فقط شأن البلد الذي تنتمي إليه. نعم أنت نعم نعم كإعلامي، أنا ربما أختلف معك في النقطة هذه حفيظ، اللي هي أنه أنت كإعلامي أو أنا كإعلامية، يعني من حقي أن أتناول الشأن الجزائري والشأن التونسي والشأن نعم الليبي والشأن المغربي والشأن المصري والشأن اليمني والشأن السوري والشأن الأردني وكل الدول العربية هذه شأن عربي، كما نعم أتناول أيضا الشأن العالمي. فأنا مش عارفة وين الحساسية في أنه كل يعني كل واحد يقول لك اهتم ببلدك، وفي الحالة هذه كل واحد يشتغل في قناة محلية لا يشتغل في قناة عالمية. ربما أعود إلى النقطة اللي كنا نحكي فيها الآن حفيظ، ومش عارفة إذا تصلك أنت أيضا اتهامات ويعني سبات من هذا الشكل، أنه أنتم ولاد فرنسا، يا ولاد فرنسا، يا دائما هذه فكرة أنه أنت تنتمي إلى بلد يعني تلاحقه اللعنة اللعنة الفرنسية بين قوسين، أنه أنتم مش يعني ما زلتم توابع. وهذا أيضا محزن، لأنه الناس ربما إلى الآن ما زلنا في سنة 2021 ما زلنا لم نقنع الناس بأنه إحنا يعني متجذرون في الثقافة العربية الإسلامية والأمازيغية، وفي أصول يعني، وهذا ترى طبعا في منطقة المغرب طبعا الكبير طبعا العربي الأمازيغي، أنه عندك كل واحد فينا عنده، أنا زوجي أمازيغي وأولادي أمازيغ وأنا عربية، وفي تزاوج جميل بين كل هذه الأصول وهذه الأعراق الكثيرة الموجودة. فليش الناس دائما تنسبك إلى الفرنسي؟ وبالمناسبة هنا أفتح قوس أيضا لأقول أنه ربما أيضا إخوتنا وأصدقاؤنا متابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي من غير الخارج هذه المنطقة، ربما لا يعرفون أنه في خصوصية للجزائر، لأنه استعمرت، وأكيد لك قول في هذا نعم الموضوع، نعم استعمرت لمدة طويلة، وبالتالي ليس غريبا أن يتحدث الجزائريون والمغاربيون اللغة الفرنسية، وليس غريبا أن تبقى يعني في جهود الآن، أكيد في جهود، ولكن ليس غريبا أن تكون الإدارة مفرنسة في جزء ما، وليس غريبا أنه أنا وأنت ننتمي إلى جيل حفيظ. ربما في البدايات شغلنا، أنا أتذكر لما كنا نستقبل بيانات مجلس الوزراء، أحكي لك على نهاية الثمانينيات، نعم كانت اجتماعات مجلس الوزراء يأتي البيان بعد الوقت، بالفرنسي. كان ما كانش وسائل التواصل، يعني كنا نستقبل لا ديباش بالتلكس باللغة الفرنسية ونترجمه إلى اللغة العربية في الإذاعة الجزائرية. فالناس لازم تفهم أنه في خصوصية لهذا البلد الذي استعمر لتقريبا قرن ونص، تتحدث عن قرن و32 سنة. هذيك اليوم حطيت تغريدة أنا لحفيد نابليون بونابرت، اللي متزوج جزائرية من مدينة عنابة ودرست وكبرت في الجزائر، والناس بدأت بالتهجم على كيف لجزائرية أن تتزوج بحفيد من احتل الجزائر. وستجد أنه الحفيد الجنرال دوغول ايضا حفيده لو بتي فيس تاع الجنرال دوغول ايضا متزوج من جزائريه، والسفير الفرنسي في الجزائر متزوج جزائريه، والسفير الفرنسي ايضا في الدوحه متزوج من فرنسيه من اصول جزائريه. الان احنا نعم لا ندخل في، الناس دائما تدخل في تفاصيل دينيه، احنا لا ندخل الى قلوب الناس ونعرف هي هذه بينهم وبين الله، وهذه تفاصيل اخرى. لكن اللي انا حابه اقوله انه منطقه المغرب العربي أو المغرب الكبير أو المغرب العربي الأمازيغي، حتى لا أكثر بأني أعرب سوري أنا آسف. كامل. يعني انه لها خصوصيه. الان بعد ما تشرب الماء قد يكون لك انت ايضا حبيب راي في هذا الموضوع، انه احنا المنطقه هذه منطقه يختلف تاريخها
في تاريخها وجغرافيتها عن مناطق أخرى. فعلا ما تقولينه خديجة، وبعدين هذا التوضيح كان لازم. بالنسبة للجزائريين أمر مفهوم، لأنه 130 سنة أنت تتحدثين عن جيلين أو ثلاثة. 130 سنة معناها أنه أجدادنا وأمهاتنا وأبائنا حتى اللغة العربية لم يكونوا يتقنونها جيدا، ومع ذلك طلعنا جيل يتقن العربية أكثر من الكثير ممن يدعون إتقانهم للغة العربية. ضيف إلى ذلك أن نتقن الفرنسية، واليوم مع الأجيال الصاعدة أيضا صارت تستعمل الإنجليزية ولغات مختلفة. الأمر تغير، ولكن لازم نعود نأكد على أنه أي نعم العلاقات الجزائرية الفرنسية أو حكاية الجزائر مع فرنسا هي حكاية ممتدة في التاريخ. لا يمكن لأي واحد أن يلغي الجهة المقابلة أو يلغي تاريخ الآخر، ومن حق كل واحد أنه يدافع عن تاريخه وعن ذاكرته، عن ما سمي بالذاكرة. حاب نخرج من هذا النقاش اللي تقريبا كل واحد فينا ممكن عنده وجهة نظر، ولو أن الجزائريين أغلبيتهم بما في ذلك الفرنسيين كذلك يجمعون على هذا الذي نقول. وما نساوش خديجة بأنه عندنا الكثير من الجزائريين في فرنسا، 5 ولا 6 ملايين جزائري مهاجرين لأسباب تاريخية، لأنه في وقت ما أثناء الاحتلال الفرنسي هجر الكثير من الجزائريين إلى فرنسا من أجل بنائها. هجروا حتى إلى لا نوفيل كاليدونيا الجديدة. هذا جزء من التاريخ. روح الكاليدونيا تجدي الجزائريين بالهبل، واولادهم واولاد اولادهم عندهم جنسيه فرنسيه، واخيرا مؤخرا ايضا كانوا يتحصلوا على الجنسيه الجزائريه. هذا امر اخر. يا ريت نرجع لشيء اخر، لانه نشوف في الاسئله المطروحه علينا اليوم. واحد قال لك خديجه متى تتوقفين عن ممارسه المهنه؟ والله طالما يعني طول ما ربي سبحانه وتعالى يعني صحة وطول يعني العمر إن شاء الله، طول ما أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالصحة سأواصل، يعني لأنه عملنا ليس عمل عضلي، وعملنا عمل فكري وثقافي، ويعتمد على أدوات مختلفة اللي هي الأدوات المهنية الثقافية الفكرية، اللي هو العمل الذهني بالدرجة الأولى. فإذا كان الذهن ما زالوا بخير فإن شاء الله سأستمر. وبالمناسبة بديتي تنسي شوية خديجة، واش من الفكر ما زال بخير؟ اسكت حافظ، باسكو دوك نفضحك هنا. شكون اللي راه ينسى؟ اسكت ما تجيبش السيرة. خلي البيربغطة، خلي البيربغطة لأنه عندي أسرارك. طيب الأسئلة كثيرة. أنا كذلك سألني واحد قال لي حفيظ ما الكثير من المعلقين، ويتكلم عن المعلقين بالدرجة الأولى، يقول لي الكثير منهم فقدوا الأمل في أنهم يصنعوا اسم في مجال الإعلام. أنا جاوبته على الخاص، يعني قلت له مجالنا يسع الجميع. لما نتكلم عن المجال أتحدث عن مجال الإعلام ومجال الإبداع عموما. لو نرجع قلت له لو ترجع فقط للمغنيين من زمان إلى اليوم، احنا نذكره ممكن أم كلثوم ونجوجيين، كل سنتين كل 3 كان يجي مطرب أو مطربة ينسينا في الآخر.